السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا مكملين كده دورة الفراخ الجميزة، التسمين والبياض. وازاي طبعا بتعامل معاهم أثناء لما النور بيكون قاطع كده. طريقة التدفئة بتاعت الفراخ بتعامل معاهم ازاي بطريقة سهلة وبسيطة. ومن غير كهرباء ولا اي حاجة. وما شاء الله الفراخ دلوقتي عمرها اسبوع. وكمان هنعمل خلطة ليهم كده، ده مضاد حيوي ومضاد سموم، بتفتح الشهية، بتخلي الفراخ ياكلوا اكتر. لما اكتر من لما تحط لهم العلف من غير اي اضافات، وبتخليهم يكبروا معاك بسرعة. طبعا انا بتعامل معاهم ازاي ده كله هنعرفه من خلال الفيديو. يا ريت لو انت لسه بتشوفوا القناه بتاعتي لاول مره تعملي اشتراك، وكمان يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا من اللايك. طبعا المكان ده هو ده المكان اللي انا بربهم فيه من عمر اليوم، من يوم لما اشتريت الفراخ دي. طبعا في البوكسة في نفس المكان ده، مساحتها كويسة حوالي عن متر ونص في نص متر. فكنت حطاهم فيها وابتديت ان انا نزلتهم كده على الارضية. بتعامل ازاي معاهم. البوكسه دي كنت حاطه فيها اللمبه اللي هي الليد، للاضاءه فقط مش للتدفئه، يعني ان هي تنور لهم بس علشان ياكلوا. فهم كانوا البوكسه متقفله كلها، ما فيهاش غير فتحه كده صغيره بالسلك. فكانوا الفتحه دي للتهويه، وفي نفس الوقت بيكونوا دافيين خالص. الساعتين اللي النور بيقطع فيهم او المده اللي النور بيكون قاطع فيهم الفراخ بتدفي بعضها. وخلاص يعني ما شاء الله بيبتدوا ان هم ولا الفراخ بردت مني ولا الفراخ بتلم على بعضها ولا اي حاجه، لان المكان بيكون دافي طبيعي. طبعا ما بحطش اللمبه اللي هي الحمراء، علشان اللمبه الحمراء مع الوقت كده بتبتدي ان هي تفرقع من السخونيه. فاللمبه اللي هي الليد دي للنور فقط. طبعا دي الخلطه اللي انا هبتدي برضو ان انا اعملها للفراخ. دي بصلايه صغيره خالص، ومعلقه كركم عليها. وطبعا ده العلف السمسم ال23%، وعليه معلقه من حبه البركه. دي حبايه دي البصلايه انا فرمها كده خالص ومنعماها. وطبعا معلقه كركم عليها كده ومعلقه حبه البركه، ده علشان زياده الوزن وعلشان رفع المناعه. انا يعني ببتدي كده ان انا اتعامل مع الفراخ من غير اي ادويه. عايزاها كده تكون تربيه كده طبيعيه من غير ادويه خالص. بيكون طبعا الفرخ لما بتيجي ان انت تذبحيه بتلاقي طعمه كويس معاكي، حاجه كده اورجانيك طبيعيه من غير علاجات ومن غير اي حاجه. طبعا ببتدي كده ان انا اقلب الخلطه دي واحطها كده للفراخ. فدي الطريقه اللي انا كنت بتعامل مع الفراخ. طبعا البوكسه كنت فرشه فيها كده مشمعه، وعليها طبقه تبن. فكانوا الفراخ بيفضلوا دافيين خالص اثناء قطع النور. ولما ابتدوا ان هم بقى يكبروا كده، يجيبوا عمر الاسبوع، انا نزلتهم على الارضيه من العمر ال5 ايام كمان، مش الاسبوع بس. المكان هو نفس المكان، البوكسه في نفس المكان ده. فببتدي ان انا انزلهم كده على الارضيه. واللمبه اللي هي للاضاءه، اللمبه اللي هي الليد دي بتفضل بقى منوره لهم كده علشان ياكلوا. وحتى دلوقتي لما برضو النور بيكون قاطع نفس الطريقه بيكونوا دافيين وما بيحصلش اي حاجه ليهم. هي دي الطريقه اللي انا بتعامل بيها مع البط الصغير، مع الكتاكيت، مع الفراخ البيضة. برضو انا كنت نزلت معاكم قبل كده من فتره كتاكيت بيضة، كنت بتعامل معاهم برضو بنفس الطريقه دي. طبعا الخلطات اللي انا بعملها ليهم، في خلطات كده بتدفي جسم الطيور وبتخليها تقاوم برضو البرد، بتحميهم كده من الامراض، من الحاجات دي كلها. وطول ما انت بتاكلي الفراخ بتاعتك على طول، طبعا ما تسيبيش، خصوصا في الشتاء لازم تشبعي كده الفراخ وهي لسه كده صغيره، علشان الاكل ده كده بيخلي الفرخ دافي. انما لما بجوع بتحسيه كده ان الفراخ بتقوم لما على بعضها كده وما بتكونش عندها مناعه. طبعا اهم حاجه العلف يكون نوعه كويس، البروتين بتاعه نسبه البروتين عاليه. طبعا انا ما بغيرش ليهم العلف الا لما بيجيبوا عمر 25 يوم او بالكتير خالص شهر. ببتدي كده ان انا اغير نفس العلف
بغير العلف. الفرق من ما بين الحباية اللي هي الناعمة السمسم بغير لهم للحباية اللي هي 21% اللي هي الوسط. وطبعا العلف بيكون من نفس الشركة علشان الفراخ ما تتأثرش بتغيير العلف. فهم كده بيكبروا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اهم حاجة طبعا نوع الكتكوت طالما هو فرز اول او نوع كويس، فهتضمن ان هو هيكبر معاك على طول. وهيجيب في نهاية الدورة كده اوزان حلوة خالص. انا هنا ابتديت بقى ان انا حطيت لهم الخلطة دي برضو هنقول تاني. بصلاية كده صغيرة مفرومة وعليها معلقة من الكركم ومعلقة حبة البركة، وابتديت ان انا لفتهم كده بالعلف وحطيتهم للفراخ. شايفين بقى البصل هنا بيشد الفرخ ان هو ياكل. بتلاقي الفراخ اكلت كده، وتيجي انك انت تشوفهم بتلاقيهم كده ايه، البصل ده بيعمل لهم، تحس ان الفرخ بياخد فترة راحة كده بعد ما بياكل، بيريح شوية ويرجع كل شوية تلاقيه بيسحب. خصوصا ان انا لاحظت في الفراخ دي ان هي بتسحب في العلف كويس، يعني زي الفراخ البيضة تماما كده. واخدة مناعة طبعا الفراخ البلدي بالنسبة للمناعة. فما شاء الله ان شاء الله بإذن الله هنكمل معاكم برضو الدورة دي للآخر، وهنشوف نسبة التحويل بتاعتهم هتكون عاملة ازاي. طبعا ما شاء الله. اهم حاجة انك انتي تكوني شارية الفرخ من مكان معروف علشان يكبر معاكي ويكبر معاكي بسرعة ويحول معاكي في الحجم وفي الوزن. وطبعا اهم حاجة كمان الارضية دايما حاولي انك انت ما بين وقت للتاني ترشي لهم كده شوية جير تحت رجليهم، لان هم زي الفراخ البلدي بيقعدوا كده ينقروا على الارضية. فعلشان بقى الفضلات وكده ما الفراخ تفضل ان هي ايه حلوة معاكي. طبعا ما فيش احسن بقى من تربية الارضية البوكسة. ما بنزلهم كده على الارضية بحس ان هم بيكبروا اكتر من البوكسة كتير ما شاء الله. بصدق ان هم ايه يعدوا كده يجمدوا شوية، يعدوا عمر اسبوع بقوم منزلهم كده على الارض، فبيجروا وبيتحركوا في المكان، ووزنهم وشكلهم كده ايه بيبتدوا ان هم يكبروا وحجمهم يزيد. بسم الله ما شاء الله. طبعا انا بحب الطيور وهي لسه صغيره كده، بتشجعك انك انت تحط لهم الاكل والميه. طبعا بالنسبه للميه صحيح انا حاطه على الميه عصره ليمون، علشان طبعا الليمون برضو مضاد حيوي حلو جدا جدا ما شاء الله. طبعا المكان ده كمان في فتحة كده تحت البوكسة اللي هي في نفس المكان، لما الجو بيكون برد شوية يعني الفراخ من نفسها كده بتقوم داخلة فيه، فبرضه بتكون دافيانة كده وبيعدوا الفترة اللي النور بيكون برضه قاطع فيها ما شاء الله. ان شاء الله بإذن الله استنوني كده في فيديو جديد. حبيت ان انا اشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.